مساءكم معطر بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. تعالوا نعمل مع بعض حاجة حلوة وسهلة وسريعة. كوباية من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات كده زي ما انتوا شايفين. هتحطي عليها كوباية إلا ربع من دقيق السميد اللي بنعمل بيه البسبوسة، وده طبعا بيتباع عند العطار أو عند مستلزمات الحلويات، بتلاقيه موجود عندهم، ويا ريت يبقى ناعم كده زي ما انت شايفة. هنا كمان هاتي ربع كوباية من جوز الهند، وطبعا جوز الهند بتبقى متوفرة عندنا من رمضان لرمضان، تمام. وكمان هاتي كيس من البيكنج باودر وحطيهم عليه، اي نوع بقى انت بتفضليه او اي نوع انت تبقي واثقه فيه. وكده يبقى احنا حطينا المواد الجافه كلها على بعضها. يلا بينا بقى كده بوله فيها 2 بيض زي ما انتوا شايفين كده، هتنزلي عليهم بالظبط بنص كوبايه من السكر، وهتحطي كمان كيسين من الفانيليا، وتبتدي تضربي البيض والسكر والفانيليا دول كويس جدا جدا لحد ما يختفوا كلهم مع بعضهم. طبعا هنا اساس لو انت عندك بقى الخلاط حطي في الخلاط، لو عايزه تحطي في الخلاط، بس انا بجد بحب كل حاجه بعملها بايديا بتطلع يعني بسم الله ما شاء الله مظبوطه. هنا كمان هنجيب كوبايه الا ربع من الزيت، ويكون نوع الزيت كويس علشان خاطر يديها طعم حلو، لان لو نوع الزيت مش حلو او في طعم كده مش حلو هيديها طعم طبعا مش حلو، هيغير معاكي الطعم. هنا كوبايه الا ربع من اللبن، انا المفروض احط بدل اللبن ده 2 من الزبادي، بس انا ما عنديش زبادي، فطبعا بديل الزبادي هو اللبن عشان ما حدش يخش يقول لي هي بتتعمل بالزبادي. هنا بقى هنزل بالدقيق بتاعي كده على الخليط وهقلب كله في قلب بعضه. بصوا انا عملتها باللبن، بصوا باللبن بتبقى وسط، ولا بتبقى خفيفه قوي ولا تقيله قوي. لو بالزبادي بتحسي ان هي تقيله جدا، لاني طبعا انتوا عارفين ان دقيق السميد بيتقل الحاجه، او لما بيشرب الميه بيتقل معاكي شويه. فانا عملتها بصراحه وسط، انا بحبها تبقى وسط. الصينية بقى كده الحلوة بتاعتنا ودهناها نقطة من الزيت، وننزل فيها الخليط بتاعنا، اديها خبطتين كده وطلعي الهواء منها، ودخليها بقى على الشبكة على النار تبقى متوسطة، ما تعليش النار عليها. هنا بقى كده تعالي هاتي كوباية من السكر وحطي عليها كوباية من المية، واعصري عليها عصرة ليمون وكمان رشة من الفانيليا، وارفعيهم كده على النار من غير ما تقلبيهم مدة قد ايه، من 7 دقايق ل10 دقايق، وطفي عليها. هيبقى معاكي الشربات بتاع الكيك بتاعنا. هنا بقى كده اللهم بارك طلع من الفرن كده، هننزل بقى عليه بقى العسل بتاعنا، وطبعا انا ما كترتش في العسل او في الشربات بتاعنا علشان هي اصلا فيها سكر. فبجد بجد بصوا حاجه تحفه. الكيك سخن لكن الشربات بارد، تمام. علشان في ناس ايه ممكن تسالني تقول لي طب ايه حطيتي شربات بارد ولا سخن؟ لا، هو الكيك هو اللي سخن لكن الشربات بارد. هنا بقى كده زي ما انتم شايفين حطيت على نصها جوز الهند ونص لا، لاني في ولادي بيحبوا نص بجوز الهند وفي بيحبوا ساده، كل واحد يعني زي ما بيحب. مش قادره اقول لكم طريقه قد ايه حلوه، قد ايه سكرها مظبوط. بجد بجد حاجه حلويات عسليات زيكم. يا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم. طبعا ده كيك الرواني، يا رب يكون عجبكم بطريقتي انا. واقول لكم زي ما بقول لكم كل مره، شكرا ليكم، شكرا على دعمكم ليا، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.